السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله معانا وصفه جميله جدا ولذيذه جدا، ان شاء الله تنول اعجابكم. معايا انا زي ما انتم شايفين كده عيش فينو. يعني كل ما بيتجمع عندي او يعني بقى في البيت كنت بشيله في الفريزر. جمعت حبه حلوين كده وطلعتهم ودخلتهم الفرنه. يعني مش بحمصهم، طلعت الرطوبه اللي فيهم بمعنى اصح، وجيت لكم بيهم زي ما انتم شايفين كده. هنشوف هنعمل ايه. هنركن الصينيه اللي فيها العيش الفينو على جنب، وهنجيب الكبه القمر بتاعتنا، وهناخد جزء جزء، بحيث ان احنا هنطحنه. هنعمل النهارده مع بعض وصفه جميله جدا من العيش فينو البايت اللي احنا هنقلبها البقسماط. طبعا طحنتها، بقصر الفيديو عليكم هنا عشان نختصر. طبعا انا ضربتها كويس جدا في الكبه زي ما انتم شايفين. دي بقى اللي بيتقال عليها بقسماط او فتات الخبز. نزلتهم في الطبق، وهحط جزء تاني، وهعمل كله بنفس الطريقة لحد ما اخلص العيش الفينو اللي معايا كله. طبعا العيش الفينو ناس كتير بتنشفه، في ناس بتبيعه، في ناس بترميه كده يعني. فاحنا قلنا طبعا ما نرميش حاجة، نستفاد منه. كده انا خلصت الكمية كلها، ودول اخر حبة اتطحنوا معايا زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله، ادوني كمية حلوة قوي. شوف احنا بنجيب كيس البقسماط من بره حبة لا يذكروا بكام، او بنقول عليه زي ما بيقولوا كده فتات الخبز، يعني فضلات الخبز الفينو. طحناها كده زي ما انتم شايفين، بقى معانا بقسماط اهو. في ناس بتقول بقسماط وفي ناس بتقول فتات الخبز. تمام. هنشوف ايه الاضافات اللي احنا هنضيفها ليه عشان نكون عملنا حاجة حلوة قوي. معايا حبة كركم وحبة بابريكا اللي انتوا شفتوهم، حطيتهم على العيش الفينو اللي انا طحنته وخليته بقسماط او فتات خبز، واقلبه كويس جدا لحد ما امزج البقسماط بتاعي بالكركم والبابريكا. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. هنركنه على جنب، وهنيجي نقول هنحط ايه معايا. هنا ده كيسين فيجيتار حار، دول كيسين زي ما انتم شايفين كده، ومعايا كيسين فيجيتار بارد، ومعايا البرطمانين القمر دول اللي انا هنفذ فيهم الوصفة. شايفين؟ بوريكم منظر رائع. عملنا بقسماط في البيت، يعني من هادر عيش كان مركون، بس استخدمنا صح زي ما انا قلت. حطيته في الفرن شوية عشان اطلع الرطوبة منه، لانه طبعا كان مركون فترة في الفريزر. هنفتح الغطا بتاع البرطمانين القمر دول، وهنعمل طعمين، طعم حار وطعم بارد، بحيث ان احنا مثلا هنعمل بانيه، آه، هنعمل حاجات كتير. في استخدام البقسماط ساعات بنستخدمه حار وبارد لما بنجيب الفيجيتار. فانا هنا هحاول ان انا اوزع البقسماط على البرطمانين دول، بحيث ان انا اعمل الطعمين الحار والبارد عشان تبقى رغبات. انا عندي في البيت كلهم بيحبوا الحار، هنقدر ان جالنا حد ومعاه طفل او الحد نفسه ما بيحبش الحامي، فيبقى الطعمين في ايدينا. دول الكيسين الفيجيتار انا هفتحهم، والكيسين الباردين برضو انا هفتحهم، وهنشوف هنعمل ايه. الوصفة خفيفة ومش محتاجة اي كلام، وبتمنى انها تكون مفيدة بالنسبة لكم. هقلب كده. دول الكيسين اللي هما الباردين الفيجيتار البارد اهو زي ما انتم شايفين. وهاجي هنا هفتح برضو الكيسين اللي هما الحاميين، وهنزل بيهم على البرطمان التاني. كده انا فضيت دول هنا ودول هنا. معلش القط بتاع بنتي بقى ايه عامل لي قلق شويه.
وهنقلب. وطبعا التقليب ده ما ينفعش، بس انا بقول لكم مبدئيا ان انا كده بحاول اخلطه، وانا ما خدتش في كل برطمان البقسماط الكافي ليه اهو. هنبتدي ناخد الباقي كده زي ما انتم شايفين، ونكمل البرطمانات بتاعتنا اهو. هنحط هنا وهنا بحيث ان البرطمانين يبقوا متساويين، وبرضو بنقلب كده. ودوت مش التقليب الكافي عشان نكون وزعنا الفيجيتار على فتات الخبز او على البقسماط او العيش الفينو اللي احنا حولناه البقسماط. فاحنا كده بنقلب كويس جدا، وبرضو مش هناخد التقليب الجيد. هنشوف هنعمل ايه عشان ايه نكون اتاكدنا. طبعا بوريكم الطبق ان انا خدت الكميه كلها كده وزعتها على البرطمانين، وهقفل الغطيان كده عشان اقلبه بقى التقليب الجيد اللي يكون البقسماط. شايفين الفيجيتار برضو انا قلبته ومركز فين، فكده بحته ان انا اقلبه في البرطمان نفسه. نظام الهز ده ان انا كده بخلط الفيجيتار في قلب البقسماط نفسه اهو. بصوا كده اكون انا متاكده ان توزع في البقسماط كله او اختلط كله الفيجيتار في البقسماط كله. شايفين برضو البرطمان التاني ما كانش اتقلب كويس جدا، فانا بقلبه. سهل وبسيط ومش محتاج اي كلام. بتمنى ان الفيديو يعجبكم وتنفذوه، هتوفروا حاجات كتير قوي. احنا بنجيب كيس البقسماط حبه لا يسكروا بالشيء الفلاني، وتضطري عايزه تجيبي بقسماط تاني، والحياة أصبحت غالية. فاحنا في ايدينا ان احنا نخلي الغالي في ايدينا في البيت نعمله وبوفر. ادي البرطمانين خلصناهم وجاهزين معانا. فطبعا انا عايزة هنا اعمل ايه؟ عايزة طبعا انا معايا حار وبارد، يعني حامي وبارد. فانا خدت واحدة ظرف واحد، بدل ما اكتب على البرطمان هحطه في قلب البرطمان زي ما انتم شايفين بالطريقه دي، بحيث ان انا البرطمانين دول هيتحطوا في التلاجة. هشيلهم في التلاجة لوقت الاستخدام، اجر اللي انا عايزاه بارد حار، او هعمل جزء من ده وجزء من ده، فيبقى مكتوب قدامي في البرطمان ده ان هو فيجيتار حار. خلاص كده وقفلته. والتاني برضو هحط ورقه، يعني خلعت ظرف من الظرفين اللي انا فضيتهم قدامكم وهحطه في البرطمان التاني زي ما عملت في الاولاني. كده بقى اصبح عندي البرطمانين معروفين ان ده حامي وده بارد اهو. وهقفله. ولا اسهل من كده، حاجة بسيطة جدا، وعملنا من شيء بسيط وصفة حلوة قوي ووفرناها في البيت. ادي الحامي وادي البارد، ودول الظرفين اللي كانوا لازقين في التانيين وفكتهم. انا كده اهو زي ما بوريكم. بصوا فيجيتار حار، بدل ما اكتب ستيكر ويتفك، بدل ما اكتب على غطا البرطمان ويتمسح، فكده الاحسن لي. حلو قوي كده. بصوا اهو مفيش اسهل من كده. شايفين عملنا الحاجه تكون جاهزه في ايدينا، سلسه وبسيطه وموفره في نفس الوقت، وعملناها من حاجه كانت مركونه في البيت. وكده نكون وصلنا لاخر الفيديو. بتمنى ان انا اكون قدمت وصفه لذيذه وظريفه، وبتمنى تجربوها. ان شاء الله اشوفكم في كل فيديو جديد على خير.